هنعمل بقى النهارده الراعي الرسمي لمشروبات رمضان من غير لا نقع ولا غلي. بمعلقه منه واحده بس هنعمل لتر كامل من العصير. بس قبل ما ابتدي الوصفه، لو اول مره تشوفوني وتتابعوني، انا اسمي بسنت. هستناكم تشتركوا في القناه وتعملوا متابعه على صفحتي على الفيسبوك، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير. ويلا بينا نبتدي الوصفه. معانا بقى كوبايتين كبار من الكركديه. لما تيجي تشتري الكركديه اشتري الكركديه الاسواني، لانه هو افضل نوع كركديه، بيبقى تقيل جدا جدا، يعني لونه كده بيخرط على طول، وهو بصراحة أفضل نوع كركديه. هنحطه بقى في الكبة بتاعتنا وبنبتدي نضربه كويس جدا جدا. أنا محتاجة الكركديه بتاعي ينعم كويس جدا. لو الكركديه عندك بتاعك مش ناشف قوي، حطيه كده في الفرن لمدة ربع ساعة كده ينشف شوية، أو حطيه في الشمس كده يتهوى ينشف عشان تقدري إنك تضربيه في الكبة ويديكي بودرة زي ما احنا شايفين. أهم حاجة اضربي البودرة بتاعتك ناعمة جدا جدا. وبعدين هنحطه في منخل أو مصفى أو أي حاجة علشان ننخله وننزل منه. يعني بودرة الكركديه تكون صافية، ونخلي بقى الشوائب بتاعتنا دي على جنب مش هنستخدمها. هنجيب بقى معانا كوباية كبيرة من السكر ونخلطها على بودرة الكركديه بتاعتنا. وبس كده عمل معانا بودرة كركديه سريعة الذوبان زي اللي بنشتريها من بره. يعني لو ما عندكيش وقت ان انتي تغلي وتنقعي الكركديه ومستعجلة، تجيبي لتر كده من العصير، تحطي فيه معلقة كبيرة من الكركديه وتقلبيها، وكده في ثانية الكركديه بتاعنا اتعمل بدون ما ننتظر اي حاجة. بس طبعا كمية السكر اللي احنا حطيناه في الكركديه محدودة، وانتوا عارفين الكركديه بيحب السكر الكتير. يعني سكري بقى في الكوباية بتاعتك او في الازازة بتاعتك زي ما انتي حابة. بس زي ما انتوا شايفين انا لما دوبت الكركديه في المية اداني تفل كده من فوق. هنحتاج نصفيه بمصفى، بس تكون المصفى ضيقة جدا عشان ننزل كل التفل بتاع الكركديه ده. وبس نشربه بقى بألف هنا وشفا، ساقع وجميل. وهو من احلى المشروبات اللي بنشربها في رمضان من غير الوان صناعيه ولا اي حاجه مضره بالصحه. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير، واللي لسه ما اشتركش في القناه يدخل يشترك، واللي لسه ما عمليش متابعه على الفيسبوك يعمل لي متابعه.